صباح الفل، يا اهلا وسهلا، يا رب تكونوا بخير. خلونا نرجع تاني للتحديات. الواحد كان مقصر خلال الفترة اللي فاتت، ولكن يعني بقدر الامكان هنحاول نظبط الفترة اللي جاية. عارف ان احنا بادئين في وقت لا هو اول شهر ولا اول رمضان ولا اي حاجة ولا اول اسبوع، لان طبعا الفيديو هينزل النهارده، في ناس ممكن ما تتفرجش عليه تبدا بكره. ايا كان انت بتتفرج منين او امتى او اي حاجه، ابدا اول ما تشوف التحديات. احنا هدفنا في التحديات زي ما قلنا ان احنا نرسخ بعض العادات الايجابيه اللي بتبقى موجوده في حياتنا، بحيث ان هي تفرق في حياتنا في الفترات اللي جايه. خاصه معظم الناس اللي بتتابعني سنهم صغير لسه في العشرينات وهكذا، فدي فتره مهمه جدا وقويه جدا ان انت تبدا ترسخ فيها عادات ايجابيه. من كام يوم قاعد بتفرج على احمد ابو زيد ودكتور عبد الله العلاوي السعودي، يعني كانوا بيتكلموا في كذا حاجه كده لها علاقه بالعادات، فكره تعلم لغات زي الفيديو اللي انا شاركته على البرودكاست وهكذا. فالحاجات دي كلها الواحد صراحه نبني جزء كده من جلد الذات وتانيب الضمير، والحوارات دي كلها هي فكره ان الواحد ما بداش من بدري في الحاجات دي، سواء في تطوير نفسه او في تعلم لغات او كلام زي ده. لان حتى كمان برضو تعرضت حاجه لها علاقه بالاطفال الايام اللي فاتت، ان انت فكره ان انت عمال بترسخ في طفلك اللغات من هو صغير، ده بيفرق جدا معاه وهكذا. فالشاهد ان احنا في التحديات هنحاول ننوع تاني من الحاجات اللي فاتت والحاجات جديده اللي خلاص الواقع فرضها علينا، زي الذكاء الاصطناعي بقى والحاجات دي. يعني بقدر الامكان نحاول نطور ونظبط الدنيا كده، بحيث نساهم ولو بجزء بسيط في ان حياتنا تبقى متطوره وحياتنا تبقى ماشيه بشكل احسن، ابتغاء رضا ربنا طبعا. لان طبعا الحاجات اللي احنا هنشتغل عليها، وهيكون اول تحدي معانا اصلا تحدي الصلاه على وقتها، فهيكون الحاجات دي كلها الهدف منها ان انت تبقى نموذج كويس وسط اسرتك واهلك اصحابك وهكذا، بحيث ان احنا ناخد بايد بعض للجنه ان شاء الله. ده الهدف الرئيسي. فيلا بينا، خلونا نتكلم بقى عن الصلاه على وقتها. تحدي مهم جدا وقوي جدا. قاعد بشوف كده على الموبايل، فلقيت حاجه جميله جدا، او يعني غريبه عليا، في الايه اللي بتقول فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. شوف بقى الكلمه عجيبه جدا جدا. يعني سيدنا عمر بن عبد العزيز قال لم تكن اضاعتها تركها ولكن اضاعوا الوقت. يعني ما كانش بيصلوا على وقتهم، يعني دي جريمتهم ان هم ما كانش بيصلوا الصلاه على وقتها. وقال مسروق رحمه الله لا يحافظ احد على الصلوات الخمس فيكتب من الغافلين، وفي افراطهن الهلكه وافراطهن اضاعتهن عن وقتهن. واو. وقال بعضهم من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة فكأنما ملأ البر والبحر عبادة. يا الله. طبعا من الحاجات المهمة جدا جدا الواردة في القرآن وفي السنة قول المولى عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال برضو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الأعمال الصلاة على وقتها. وخلونا بقى ان احنا نقول حاجة مهمة على الموضوع ده، وليه انا اخترت ان ده يكون هو التحدي الاول اللي احنا نبتدي بيه تاني دلوقتي، مش زي التحدي اللي فات كان بدأنا بقراءة. الا وهو عشان احنا موجودين دلوقتي في رمضان في العشر الاواخر. مهم جدا ان انت تحافظ على الصلاه. حاول بقدر الامكان تصليها في مسجد، لو ما عرفتش تصليها في مسجد حاول بقدر الامكان تصليها في جماعه. حتى لو انت في البيت هات والدك والدتك اخواتك ويلا صلوا مع بعض وهكذا. منها ده هيعودكم ان انتوا تصلوا مع بعض اصلا في البيت في جماعه، وهيشجعكم ان انتوا تحثوا بعض على الحفاظ على الصلاه. هيحسسك بقيمه صلاه الجماعه، هيزود الروابط ما بينك وما بين اخواتك وما بينك وما بين اهل بيتك. حاجه كمان مهمه جدا ان احنا بنتكلم دايما وشعارنا دايما في التحديات خير الاعمال ادومها وان قل. فانت حاول بقدر الامكان لو انت ما كنتش بتصلي، لو انت بدات تصلي في رمضان، لو انت عندك مشكله في الحفاظ على الصلاه، حاول بقدر الامكان اقل الحاجات اللي احنا بنقولها الصلاه المفروضه، حاول بقدر الامكان ان انت تصليها في مسجد، بحيث ان انت تبدا ان انت تواظب عليها وهكذا. وهتلاقي صحبه هيشدوك ان انت تفضل محافظ على الصلاه وهكذا. ولو عندك مشكله في موضوع الصلاه تعالى نتكلم، تعالى نشوف ممكن نعمل فيها ايه. انا ساعات بقصر، كلنا مقصرين، ولكن مهم جدا 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 ان انت تلحق نفسك، وان انت تبقى مدرك ان انت عندك مشكله، وان انت تحاول بقدر الامكان تحط لها خطوات ان انت تحل المشكله. لان في بعض الحاجات اللي احنا هنشاركها في التحديات ما ينفعش باي شكل من الاشكال ان هي ما تكونش موجوده في حياتك. منها واهمها هي الصلاه، وخاصه الصلاه على وقتها. فيلا بينا نشجع بعض، شجع اصحابك، كلم اصحابك ان انتوا تشتركوا مع بعض في التحدي. ولو انت هتبدا معانا في التحديات ما تنساش تسيب لنا رايك في التعليقات. ولو انت كملت تحدي من التحديات اللي احنا عملناها الفترات اللي فاتت عرفنا ايه التحدي اللي انت لسه مكمل فيه. ونشوفكم على خير في التحديات وفيديوهات جايه ان شاء الله، والسلام عليكم.